سعيد جدا بوجودي النهارده في صالون روايات مصرية للجيب، وسعيد اكتر باني بتكلم عن واحد من اساتذتي، يعني دكتور احمد خالد توفيق رحمه الله. ويعني طبعا في المواقف اللي زي دي بيبقى فيه كلام كتير، بس في نفس الوقت لما بتيجي فعلا تقوله ساعات بيختلط عليك الامر، او ما بتلاقيش ما يعبر كفايه عن اللي انت حاسس بيه. عايز اقول بس انه دكتور احمد خالد توفيق تأثيره بدأ من بدري جدا بشكل مبكر من بدايات التسعينات. يمكن كنت قبلها كان دكتور نبيل فاروق هو اللي الواحد اتأثر بيه وحبه، وقبلها طبعا كانت مرحلة لسه مجلة ميكي والحاجات اللي أصغر يعني. ولما ظهر دكتور أحمد خالد توفيق في روايات مصرية للجيب، الحقيقة هو ظهر بشكل مغاير تماما للي كان دكتور نبيل عمله، لدرجة انه يمكن في البدايات ما قدرتش اتقبل واستسيغ الاسلوب الجديد والعالم الغريب اللي هو بيقدمه. لكن انا فاكر كويس قوي انه بدايه من اسطوره النداهه انا اتندهت شخصيا ورحت ورا دكتور احمد خالد توفيق. وخلاص العالم ابتدى يكبر، وزي كره التلج كده فجاه بقيت احد مريدينه ومحبيه يعني. في نهايات التسعينات لما استاذ حمدي مصطفى رحمه الله والدنا فعلا كلنا فعلا عمل المسابقه اللي انا اتقدمت فيها انا ودكتور تامر، وتعرفنا على بعض لان احنا الاثنين كنا يعني الحمد لله لقينا فيها القبول، ودي المسابقه اللي بتعيدها السنه دي روايات مصريه للجيب بشكل جديد. فالحقيقه لما حصل كان عندي 19 سنه، كنت في سن صغير جدا، وكان استاذ حمدي مصطفى حقيقه عنده من الوعي والمغامره والاقدام انه ينشر لحد في السن ده، وده شيء غريب جدا بشكل احترافي كمان. عمل مشروع اسمه سله الروايات وابتدينا ننشر فيه اعمالنا المبكره. في احد المرات وانا رايح اقدم الروايات، لانه ما كانش لسه ساعتها الايميل كمان بقى موجود بالشكل المكثف اللي نقدر نبعت عليه حتى اعمالنا يعني. فاحد المرات انا رايح يعني اقدم فيه الروايات بتاعتي، بالصدفه البحته قابلت الدكتور احمد خالد توفيق لاول مره في مدخل المؤسسه. وطبعا ده كان حدث كبير قوي بالنسبه لي يعني، لانه ما كانش حصل بينا اي تواصل من اي نوع قبلها. وعرفته بنفسي وهو استقبلني استقبال لطيف جدا، وقعدنا ونتكلم. وسالته يا دكتور هو انت دكتور في ايه بالظبط وايه تخصصك؟ وانا فاكر كويس قوي يعني انه زي ما في السينما كده بيحصل، الدكتور احمد خالد توفيق كده هو بيتكلم فجاه الصوت بينزل، وانا مبهور بس بفكره ان انا قاعد معاه مع الاستاذ اللي انت اتربيت على اعماله وحبيتها يعني. واديته ساعتها روايتين من الروايات اللي اتنشروا ليا في سله الروايات، وهو كان بيروح بالقطر يعني باستمرار. فوجئت تاني يوم الصبح بعد ما روحت انا بقى اسماعيليه، لان احنا كلنا من الاقاليم يعني باستثناء تامر طبعا كان من اقليم اسمه المطريه ساعتها بنتقابل فيه باستمرار. فالحقيقه لقيته تاني يوم الصبح، وانا كنت فاكر ان هو عمل معانا كده بس واضح انه كان بيعمل كده مع كل الناس يعني، ودي حاجه طبعا من سمات العراب والاستاذ. بعت لي تحليل مفصل للروايتين برقم الصفحه، انه في الصفحه الفلانيه كذا وفي الصفحه الفلانيه كذا يعني. والحقيقه الايميل ده عندي لغايه دلوقتي مطبوع كنوع من انواع شهادات الشرف والتقدير يعني، اللي انا بتشرف بيها جدا انه الاستاذ احمد خالد توفيق ودكتور احمد خالد توفيق قرا لي وكمان علق على الاعمال. عايز اقول انه ليه افضال كتير قوي 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 غير القراءه ليه والتتلمذ على ايديه يعني، افضال لي يمكن بشكل شخصي. كنت فخور جدا لما عمل لي في بريد القراء عنده تهنئه بالجواز يعني، مع انه كان فرحان فيا ساعتها وليه حق طبعا. الحقيقه انه كمان ليه فضل شخصي، لان هو في الوقت المبكر ده، وانا ما كنتش لسه كمان سبت الطب، لان انا يعني هجرت الطب بشكل متاخر في 2010 يعني. الحقيقه انه هو يعني قدم لي فرصه عمل في احد الاماكن اللي ساعدتني كتير قوي في بدايات حياتي. دكتور احمد خالد توفيق كان باستمرار حريص على التواصل الانساني، على انه يتصل في كل المناسبات، على انه يبعت ايميلات باستمرار. كان حريص جدا جدا على ده بشكل الحقيقه طول الوقت يحسسك بالتقصير يعني. انا يمكن ما اسعدنيش الحظ لسه ان انا بعد ما دخلت عالم السينما والتلفزيون ان انا اتصدى لاحد اعماله، زي ما الصديق عمرو سلامه عمل في ما وراء الطبيعه، وزي ما تامر ابراهيم شالوا على كتافهم الاثنين عملين كبار من اعمال الدكتور احمد خالد توفيق، وقعدوا بالسنين يسعوا ويحاربوا علشان الاعمال دي توصل للشاشه زي ما كان هو بيحلم في يوم من الايام. انا يمكن ما اسعدنيش الحظ بده، وان كنت اتمنى وانتظر الفرصه لحاجه زي كده، لانه ده هيبقى نوع يمكن صغير قوي من انواع رد الجميل، زي ما وجودنا النهارده كلنا هو نوع انا بعتبره من رد الجميل لاستاذ كبير افضاله علينا هتستمر للابد يعني.